رمضان على الابواب بقى وفرنك بايظ ولا مستعجله وما بتحبيش تشغلي الفرن؟ طب تعالي النهارده اقولك ازاي تعملي الفراخ المشويه زي مطعم الكبابجي. مش بس كده، ده انت هتعمليها بتتبيله خطيره وفي الطاسه على البوتاجاز. شايفين الشكل واللون ده؟ مش هنستخدم معانا الفرن اطلاقا، وهتطلع معاكي احلى واطعم فراخ مشويه جربتيها في حياتك. حطي لايك للفيديو واشتراك ومتابعة لو أول مرة بتشوفيني، وفعلي الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. أول حاجة جبت معايا الفرخة، أي وزن انتي بتفضليه. الفرخة دي كان وزنها تقريبا كيلو 800 جرام. فرخة بيضة جبتها نضفها كويس، وبدأت ان انا اغسلها واعمل لها محلول نقع عبارة عن مية ودقيق وليمون وملح وشوية صغيرين من الخل، وسبتها تتنقع نص ساعة وشطفتها وصفيتها كويس. الفرخة فتحاها من الظهر كده، تقدري تعمليها 8 قطع او 4 قطع حسب ما انتي حابة. بدأت اعمل لها فتحات بالسكينة كده من الظهر، بلاش من الجلد علشان تحافظي على شكلها. وتعالوا نحضر التتبيلة. في الكبة او في الخلاط حباية متوسطة من الطماطم ومن البصل، فصين من الثوم، حباية من الفلفل الأخضر أو الفلفل الحامي حسب رغبتك. هحط معايا بقى معلقة كبيرة من صوص الباربيكيو، لو متوفر هيديكي طعم رهيب وكمان لون حلو قوي. لو مش متوفر معلقة كبيرة من الكاتشب أو معلقة صغيرة من معجون صلصة الطماطم. معلقة كبيرة كمان من الصويا صوص لو متوفرة، هتديكي لون حلو قوي. معلقتين كبار من الزيت هيطروا كده الفراخ والتتبيلة وتكون خطيرة. معلقتين كبار من الخل، ما تستخدميش الليمون بتقلب معاكي قوي لتتبيلة سمك. استخدمي الخل هيفتت الأنسجة وهيدي طعم وريحة حلوة جدا للفراخ المشوية. مش بضيف لبن ولا بضيف زبادي زي المحلات بالظبط. وابدا ان انا اضرب الكلام ده كله مع بعض وانزله معايا على الفرخه. وتعالوا دلوقتي بقى نبدا ان احنا نضيف لها التوابل. اول حاجه حوالي كده رشه بسيطه من الحبهان وورق اللوري المطحون، اقل من ربع معلقه صغيره، بيدي ريحه حلوه جدا للتتبيله. ربع معلقه صغيره كمان من القرفه، تحفه في المشويات. وكمان عندي نص معلقه صغيره من البابريكا، ويا سلام لو مدخنه، طعم ولون خطير وريحة حلوة قوي. نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وهضيف معايا كمان نص معلقة صغيرة كده مليانة من الملح. كده التتبيلة جاهزة، ناقص لها بس سواء توابل فراخ أو توابل مشويات أو أي توابل مشكلة عندك، ورشة زعتر. رشة الزعتر دي مع تتبيلة الفراخ أساسية، بتديكي ريحة حلوة قوي. حوالي ربع معلقة صغيرة. واحط معلقة صغيرة كده من توابل الفراخ أو المشويات زي ما قلتلك المتوفر. كده تمام التتبيلة. أبدأ بقى إن أنا أدعك الكلام ده كله مع بعض كويس قوي. عايزة أقولك تتبيلة الفراخ دي بجد عالمية، هتديك طعم رهيب للفراخ. أهم حاجة بقى اعملي الفرخة قبلها بيوم، قبلها بكام ساعة. أول ما تصحي الصبح بدري، بصوا أقل حاجة 3 4 ساعات كده في التتبيلة علشان تطعم كده وتتشرب معاكي، وكمان ما تاخدش وقت كبير في التسوية. اهم حاجة برضو ان انتي تعملي زي مساج للفرخة كده من كل حتة. في اللحم لو عايزة تدخلي تحت الجلد، خلي كل مكان كده في الفرخة يوصل له التتبيلة. واحنا عاملين فتحات كده في لحم الفراخ في الصدر وفي الورك من ورا علشان تتشرب معاكي التتبيلة، وتكون التتبيلة داخلة جوه لحم الفراخ. كده التتبيلة جاهزة. تعالي بقى نشوف معانا التسوية في الطاسة. عملتها معاكم قبل كده طبعا في الفرن، وعملناها في الشبكة اللي بتتقفل. تعالوا بقى نشوفها دلوقتي في الطاسة. هتشوفي بقى دلوقتي التسوية بتاعتي خطوة بخطوة. انا لو واحدة داخلة اتفرج على الفيديو وعايزة استفاد منه، مش هقولك حطيتها في الطاسة وشلتها من الطاسة وهي كده استوت. لازم اشرح لك التسوية خطوة خطوة عشان لما تيجي تعمليها ورايا تعمليها وانتي مطمنة وكلك ثقة في التسوية. جبت طاسة جريل صينية المتوفر عندك، سخنيها كويس قوي على النار. حطي فيها معلقتين من الزيت ومعلقة كده أو قطعة من الزبدة، هتديكي بقى لون وريحة للفراخ خطيرة. وطبعا لو عايزة تستغني عنها مفيش مشكلة، وممكن حتة سمنة. شايفين الطاسة قد ايه كانت سخنة كويس قوي؟ أبدأ ان انا انزل الفرخة عندي على الجلد بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. النار بتاعتي يا جماعة نار عالية علشان الفراخ ما تنزلش ميتها. نار عالية، واسيب الفراخ تاخد الصدمة كده من الجنب ده. هشيلها واقلبها معايا على الجنب التاني زي ما انتوا شايفين. خليها برضو تاخد صدمة كده على النار زي ما هي عالية من الجنب ده، واحدة واحدة كده في التسوية. تاخد الصدمة كمان من الجنب ده، وابدأ بعد كده اقلبها مرة تانية على الجنب اللي هو بتاع الجلد ده. خدي بالك بقى لان خلاص الفراخ هتبدأ ان هي تسخن، ومش هتقدري ان انتي ترفعيها بايدك. فببدأت ان انا بقى دلوقتي قلبتها على الجنب التاني. خلاص كده هبدأ في المرحلة دي ان انا اهدي النار بتاعتي لنار هادية. نار هادية، وكمان هغطي الطاسة غطا
ورق فويل، اي حاجه مناسبه كده، غطي الطاسه وكمري البخار، لان هو ده اللي هيسوي لنا الفراخ. انا ما ضفتش معايا نقطه ميه اطلاقا. هدي النار خالص وغطيها بغطا محكم للبخار. بعد كل حوالي ربع ساعة ببدأ إن أنا أفتح عليها كده وأقلبها على كل جنب. يعني قلبتها المرة دي كده على الجزء اللي تحت، واخد بقى من الدهون اللي نازلة فيها دي وحطي منها. ممكن كمان تاخدي من التتبيلة لو لسه متبقية عندك، وابدأي إن انتي لمعي بيها الفراخ كده. ده برضو بيطري لحمها وبيخليها تستوي معاكي بشكل كويس، بديل طبعا عن إننا ما ضفناش مية. قلبت الفرخة على الجنب التاني وبرضو قلبتها على الجنب ده كل ربع ساعة 10 دقايق زي ما قلت لكم. ببدأ ان انا ابدل الاتجاه بتاع التسوية. شايفين كده؟ تمام جدا. طيب قبل كده ما تقرب ان هي تستوي انا بعمل فيها خطوة ودي اختيارية. ببدأ ان انا احط عليها طبق، واي حلة بقى اي حاجة متوفرة عندك امليها مية وحطيها فوق الطبق. احنا عايزين نعمل زي تقل على الفرخة كده، بحيث ان هي تتفرد تتبطط بمعنى اصح، وتاخد معاكي الشكل بتاع الشوي كده بتاع المحلات، ونضغطها اكتر كده فتاخد معانا اللون الحلو، وكمان تكوني واثقه من التسويه 100%. انا الحله دي عندي بستخدمها دايما تقل كده، بحط فيها ميه واحطها معايا فوق الفراخ زي ما انتم شايفين كده. خلاص احنا ما غطيناش لانها خلاص كانت قربت من التسويه. ما تعمليش الخطوه دي في الاول علشان احنا عايزين نحكمها بالبخار علشان تستوي معانا كويس. عملت بقى الخطوه دي وسبتها كده لغايه ما تاخد عندي يعني التبطيطه اللي انا عايزاها بمعنى اصح، ملهاش تعبير غير كده. خلاص بقى بعد حوالي يا جماعه 40 دقيقة تقريبا ببدأ ان انا اختبر التسوية بتاعة الفرخة. بقعد شيش طاووق بسكينة بشوكة، بتدخليها في الصدر وفي الورك تتأكدي من التسوية بتاعتها. في المرحلة دي استوت عندك تماما، ببدأ ان انا اشيل الغطا اشيل التقل، مش محتاجة ان انا اغطيها. كمان بعلي النار بتاعتي لنار متوسطة. شايفين الغليان والبقبقة اللي تحت دي؟ لان طبعا عليت النار ومفيش مية مفيش سوائل، كل اللي تحت الدهون اللي نازلة من الفرخة كده. بتسيبي بقى الفرخة في المرحلة دي انها تكرمل وتاخد اللون بتاع الشوي اللي انت حباه من الجنبين. خليها تاخد اللون زي ما انت حابة. تاخد بقى اللون اللي انت عايزاه، ببدأ ان انا احط لها قطعة فحم وادخنها زي ما قلت لكم امبارح في فيديو الكفتة. يعني الفحم ده مش بلجأ له غير في حالات نادرة جدا، ودي من الحالات اللي بحب استخدم فيها الفحم. عايزة تعمليها حسب رغبتك، مش عايزة مفيش مشكلة. حطيت قطعة فحم سخنة كده ودخنتها بشوية زيت وكمرت البخار او الدخان بتاع الفحم. تتنكه كده بالفحم وكده تمام جدا. بصولي بقى الميزة بقى اللي بتسوي الفراخ في الطاسة. اولا مش هتطلع معاكي زي المسلوقة، او من الجنب بتاع الجلد كده مشوية ومن تحت زي المسلوقة. من الجنبين مشوية واخدة الكريسبي كده من الجزء اللي فوق. خطيرة. شايفين ما شاء الله اللون ده طالع من الطاسة؟ جمال وتسوية. بصوا يا جماعة، حتة زبدة خطيرة والتتبيلة تحفة. تعالوا كده نقلبها على الجنب التاني وتشوفوا ان هي من ورا مش كأنها مسلوقة ولا اي حاجة. من الجنبين تحفة جدا، تسوية خطيرة. جربوها ومتأكدة ان هي هتعجبكم جدا جدا. تعالوا بقى نقطع دلوقتي كده. بصوا من الصدر دايب دوبان، مستحيل يصدقوا ان الفراخ دي معمولة في الطاسة. اتمنى الفيديو ان شاء الله النهاردة يعجبكم. ما تنسوش حبايبي لايك للفيديو واشتراك ومتابعة، وانتظروني في فيديو جديد ووصفات جديدة كل يوم ان شاء الله. مع السلامة.